حطي البشاميل على الفريك وفرحي ولادك، هتعملي احلى طاجن فريك بالبشاميل، حاجه كده في منتهى الجمال واللذاذه، حصري بس عند دفا البيوت. وكمان هنعمل البانيه المحشي بالبشاميل، حاجه كده في منتهى جمال، طاجن روعه يجنن بجد، حلو جدا جدا. ولو جربتوه فعلا هيعجبكم وولادكم هيدمنوه كمان. يعني هنعمل وصفتين في منتهى اللذاذة، شايفين بقى الجمال والحلاوة. قبل ما نبتدي بقى نسمي كده بالله ونصلي على الرسول. اول حاجه هبدا معايا كده هو كيلو إلا ربع بانيه او اي كميه بانيه انت عايزاها. غسلت البانيه كويس جدا وبعد كده جبت كيس تلاجة فتحته، وبعد كده هجيب بقى البانيه كده وادق عليه ظهر السكينه. اهم حاجه تكون السكينه بس تكون تقيله شويه، يا اما لو معاكم الشاكوش بتاع البفتيك ده دقوا بيه عادي، بس ما ندقش جامد عشان برضو ايه البانيه، لان البانيه حساس شويه غير البفتيك بتاع اللحمه، لان طبعا اللحمه بتبقى ماسكه نفسها شويه غير البانيه. طبعا البانيه حساس شويه زي ما انتم شايفين كده، بدق عليه. واهم حاجه يكون مفرود، انا عايزاه يبقى مفرود جامد. هنا بوريكم انا بعمل ازاي. يعني بصوا انا بجيب البانيهايه كده وايه احطها في الكيس، بين الكيس كده، وادق عليها بالسكينه زي ما موضح قدامكم بالظبط. حاجه كده يعني سهله جدا، مش محتاجه اي يعني حوار يعني. وطبعا جبت حبه البانيه اللي هم الصغيرين اللي ما ينفعش ان احنا نحشيهم، مسكتهم قطعتهم كده مكعبات صغيره كده اهوت، حوالي عملوا يعني حوالي قد ربع كيلو. يعني انا كده ايه استخدمت نص كيلو اللي هو البانيه اللي هو المفروض زي ما انتم شايفين كده قدامكم. وبعد كده هبتدي بقى هتبله حاجات بسيطه جدا، حبه ليمون على حبه كمون صغيرين، ربع معلقه كمون او نص معلقه كمون، ونص معلقه فلفل اسود، ونص ملح، وحبه ميه بصل، واخلطهم كويس جدا واتبلهم زي ما انتم شايفين كده اهوت، واركنهم بقى على جنب شويه لحد بقى ما هنخش على ايه المرحلة التانية، وهي الفريك. معايا نص كيس فريك، يعني حوالي 200 جرام فريك. طبعا سخنت المية لما سبتها تغلي كده على النار، وبعد كده فضيت الفريك كده اهوت، وبطفي النار. طبعا ما بسيبش النار شغالة، وبسيب الفريك كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده بغسله كويس جدا واصفيه. وبعد كده في طاسه على النار، واحط فيها معلقه سمنه بلدي او زبده او اي ماده دهنيه انتوا حابينها. وبعد كده هنزل ببصلايه كبيره متقطعه زي ما انتوا شايفين كده، متقطعه قطع صغيره جدا، وابتدي بقى اقلب البصلايه شويه كده. وبعد كده هنزل بقى بالبانيه اللي احنا قطعناه الصغير، ربع كيلو البانيه اللي كان زايد، وقطعناه كده اهوت وحطيناه بقى كده، كنا طبعا مغسول ونضيف وكل حاجه. وبعد كده هنزل بنص معلقه كمون ونص معلقه فلفل اسود، وطبعا حبه ملح صغيرين. ولو عايزين تحطوا توابل فراخ حطوا، بس ما تكترش في التوابل يعني كتير. بعد كده هبتدي بقى اقلب كده لحد ما الفراخ معايا تستوي خالص، واتاكد ان الفراخ تمام استوت معايا. بعد كده هنزل بقى بالفريك اللي احنا كنا غاسلينه ومصفينه من الميه كويس قوي. وبعد كده هبتدي بقى اقلب الفريك كويس قوي كده على النار لحد ما الفريك يتفلفل معايا. اهم حاجه اقعد اقلب شويه حلوين كده، يعني قد 5 دقايق عشان الفريك يفلفل معايا. وطبعا انا هنا كده حسيت ان الفريك محتاج يعني ايه حبه يعني زيت، فقلت هحط حبه زيت صغيرين كده اهوت. رشيت كده حبه زيت قد معلقتين زيت بالعدد، ما كترتش. وابتدي بقى كده ايه اقلب. واخر حاجه هحطها في الفريك معلقه صغيره في توم باودر وبصل باودر، ونبتدي بقى نقلب كده. هو تمام الفريك كده بقى عندي كده جاهز وجميل جدا. هطفي عليه بقى واسيب الفريك يبرد. اهم حاجه الفريك يبرد شويه عشان لما نيجي نحشيه في البانيه ما يبقاش سخن، اهم حاجه يكون بارد عشان نعرف نلفه كويس في البانيه. بعد كده هدخل بقى على المرحله بتاعه البشاميل. هجبت نص كيلو لبن او نص كيلو حليب، وعليهم كوبايه كبيره ميه، وهنزل هنا هوت بقى ايه بكيس البشاميل. بكيس البشاميل ده بطعم الجبنه حلو جدا، جربوه هيعجبكم قوي قوي، وبيدي تيست حلو قوي في الوصفه. لو انتم مش حابين البانيه الجاهز، ممكن تجيب معلقتين سمنه على 3 معالق دقيق، ونحطهم على النار ونفضل نقلب فيهم لحد ما الدقيق يتحمر معايا كده، ياخد لون خفيف. وانزل بالحليب كده ايه بالتدريج حبه حبه مع التقليب المستمر، ويبقى معانا البشاميل كده جاهز. هنا بعد ما دوبت البشاميل كويس جدا هرفعه بقى كده على النار. وبعد كده هفضل برضو ايه مع التقليب المستمر لحد ما البشاميل يتقل معايا. انا مش عايزه البشاميل لا يكون تخين قوي ولا يكون خفيف قوي، يعني يكون ايه السمك بتاعه يكون وسط كده. كده بقى معايا تمام مظبوط جدا. شايفين بقى السمك بتاعه هو ده السمك اللي انا عايزاه. هجيب بقى الطاجن بتاعي الحلو الصغير ده كده، واحط فيه كوبشتين كده بشاميل، واركنه بقى كده على جنب. وهجهز بقى الحاجات بتاعتي. جبت كيس كده اهوت عشان افرد عليه البانيه. وهنا طبعا الفريك طبعا متفلفل بوريه لكم، والبانيه كده طبعا جاهز. هجيب بقى كده واحده بانيه زي ما انتم شايفين كده اهوت،
وبعد ما افردها كويس كده اجيب بقى الفريك بتاعي اللي انا عملته، واحط اهم حاجه ما احطش فريك كتير يعني عشان خاطر اعرف الفها كويس وتلف معايا وما يبقاش ايه في فريك طالع من بره. واسويها كده اهوت، واهم حاجه الفها كويس قوي، كاننا بنعمل زي الكوردون بلو بالظبط كده يعني، كاننا ايه طبعا كلنا بنعرف نعمل كوردون بلو، بنحطه بنحشيه كده اهوت. اهم حاجه نلفه زي الكوردون بلو كده اهوت، سهل جدا جدا زي ما انتم شايفين، بس ما بياخدش معايا وقت خالص يعني. على طول بحط كده الفريك وبعد كده بلفه كويس قوي. واهم حاجه انشف ايديا كده وانا بلفه عشان ما يبقاش طري كده ويتفك مني. اهم حاجه الفه كويس زي ما انتم شايفين كده. بجيب حبه فريك، ما بكترش فريك يا جماعه عشان خاطر ايه الفريك ما يطلعش بره والوصفه تبقى شكلها مش حلو. بس كده زي ما انتم شايفين كده هعمل الوصفه بالطريقه دي كلها كده اهوت. اهم حاجه بظبطه كويس قوي عشان ما يبقاش فيه فريك طالع. انا متاكده الوصفه دي لو عملتوها لاولادكم هيطلبوها منكم دايما. فعلا اكله كانت جميله، ولادي كده عجبتهم جدا جدا. وصفه حلوه قوي، تغيير طبعا البانيه والستريبس والحاجات اللي متعودين عليها. هنا عملت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده اهوت. وهبتدي بقى كده اجيب بقى البشاميل بتاعي. اهم حاجه اغطي البانيه كله كده بالبشاميل، بصوص البشاميل. هغطيه كويس جدا وما اخليش حاجه باينه من البانيه خالص زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ايه هجيب بقى الجبنه الموتزاريلا او ميكس الجبن اللي عندي. كان عندي ميكس جبن موتزاريلا على شيدر، ودي اختياري بس بتدي يعني ايه تيست كده حلو كده عشان تخلي الوش كده محمر وجميل. نرش كده على الوش وبعد كده طبعا هندخلها في الفرن. الفرن طبعا مشغلاها قبلها ب10 دقايق. لازم الفرن تكون سخنه يا جماعه، ما نحطش الاكل والفرن بارد. وبعد كده هندخل بقى على الطاجن التاني. هجيب بقى باقي الكميه الفريك اللي زادت مني دي، الكميه اللي زادت من الفريك اللي انا عملته. هنزل كده بالبشاميل بتاعي كده اهوت على الفريك زي ما انتم شايفين كده، على طول كده على طول خلطه كده على بعضه. واقلب البشاميل كويس جدا في الفريك. واهم حاجه يكون ايه فيه كده، يكون سايب، ما يكونش مكتل عشان يبقى فيه صوص كده ويبقى حلو. لو حسيتي ان البشاميل تقل معاكي ممكن تزودي حبه ميه او حبه لبن او حليب وتحطيهم بقى كده في الطاجن. اهم حاجه زي ما انتم شايفين كده صوص فيه. اهم حاجه يكون البشاميل كتير جدا في الفريك عشان يبقى فيه صوص كده وحلو، لما يجي ناكله كده بيبقى طعمه حلو، مبقاش مكتل. وبعد كده هجيب برضو رشه جبنه كده اهوت على الوش كده اهوت. اي نوع جبنه انت متاح عندك حطيه على الوش كده اهوت. ونحط برضو في الفرن. ده طبعا الطاجن ما بياخدش وقت خالص، بياخد له بتاع حوالي ربع ساعه. اما الطاجن بتاع الفراخ اخد معايا حوالي 40 دقيقه بالظبط. كان استوى جدا والبانيه كان مستوي جدا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. وصفه روعه جدا جدا، هتعجبكم قوي. جربوها بطريقتي. الوصفه دي حصري بس على دفا البيوت، هتعجبكم جدا. الفريك بالبشاميل حاجه كده في منتهى اللذاذه، هتعجب ولادكم جدا جدا وانا متاكده. وبجد اللي يجربها لازم يقول لي في الكومنتات حلوه قوي قوي. وهغرف معاكم بقى كده الطبق بتاعي وهوريكم بقى الشكل الطبق لما بيتغرف يبقى عامل ازاي. شايفين بقى كده وانا بطلع البانيه المحشي فريك بقى كده من الصوص البشاميل، حاجه كده ما شاء الله. الواحده بوحدتها ما فيش فريك طالع خالص. وشايفين بقى ما فيش اي فريك طالع بره البانيه خالص زي ما انتم شايفين كده. وهنا في صوص كده ارش كده على الوش. شايفين بقى اكله تحفه روعه جدا، هتعجب اولادكم جدا وانا متاكده. شايفين بقى الطبق طبق 5 ستارز، عظمه حاجه كده في منتهى اللذاذه والجمال. بصوا بقى كده وانا بقطعه ما شاء الله من جوه الحشو عامل ازاي، خطير بجد. طعمها جميل كده. انا هحاول اقربها منكم شويه تشوفوا بقى الفريك من جوه، وطعمه كان في منتهى الجمال واللذاذه. ونغرف بقى الطاجن بتاعنا برده، طاجن الفريك. شايفين بقى الصوص عامل ازاي بقى. الفريك مش مكتل ولا ناشف، لا الفريك كده فيه صوص البشاميل كده طري كده وحلو قوي. طعمه يجنن بجد، طعمه حلو جدا. الوصفتين احلى من بعض، وصفتين سهلين جدا جدا وفي منتهى الجمال. وبصراحه يعني كده في منتهى التوفير والجمال والحلاوه. وتغيير طبعا البانيه والستريبس والحاجات اللي احنا متعودين عليها دي. ويا رب تكون وصفتي عجبتكم النهارده، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله. باي باي.